واحد المرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مسافر مع الصحابة ديالو، وهما في الطريق دازوا على واحد البستان زوين وجميل. دخل ليه واحد من الصحابة وبان ليه واحد طوير صغير العش ديالو مخرب، وهز منه جوج فريخات صغار ضعاف مساكن ما عندهم لا جهد لا قوة. هاد الصحابي هز هذوك الفريخات في يديه، هو ما عارف اشنو غادي يوقع من بعد هادشي. غير واحد شوية جات الام ديال هذيك الطوير كطير فوق الرأس هذاك الصحابي وهي مخلوعة، كتغوت وكدور وكتقرب وتبعد بحال الا كتشكي من واحد الوجع كبير، وكتقلب على اللي يحن فيها ويرجع ليها وليداتها. فاش رجع النبي صلى الله عليه وسلم وشاف هذا المنظر، الطوير كيطير مضطرب وقلبه كيضرب بالجهد، قال كلمات زلزلات القلوب. قال لهم شكون اللي فجع هاد الطير في ولادها، زعما شكون اللي فجع هاد الام في وليداتها الصغار. وامرهم ديك الساعه قال لهم رجعوا ليها وليداتها. هذاك الصحابي رجع الفريخات للعش، وغير رجعوا لبلايصهم هذيك الطيره هي الام هدأت ورجعت لعشها مطمئنه. ما كانش طير كيهضر ولا انسان كيشكي، ولكن الصوت ديالو وصل حيت الرحمه كانت حاضره. هكذا كان النبي رحمه الله عليه ما رضاش بالظلم حتى للطير، وما بغاش قلب ام يتحرق على ولادها واخا تكون من عالم الحيوان اللي ما كيهضرش. والحكمه من هادشي الا كانت الرحمه بالطير فيها اجر كبير، فما بالك بالرحمه بالانسان؟ واللي ما كيرحمش الضعيف ما يتسناش الرحمه حتى هو. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالك الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.